بتحس ان جسمك مكسر ووشك مصفر، تعبان جدا، سخونيه عاليه طلعت فجاه، مناخيرك مكتومه ومش قادر تاخد نفسك، زورك بيوجعك، صوتك منبوح ومتغير، كحه مش سايباك، بتقول لنفسك انا جرالي ايه؟ شكل دور برد ماسكني مبهدلني. بس لحظه، الشتاء لسه ما دخلش قوي والمرض سبق الموسم، والسؤال ده بيتكرر في بدايه كل شتاء. طب استنى واسمعني في ثواني، عشان اللي جاي ده ممكن يفرق بين تعب يومين او تعب ممكن يبهدلك اسبوع كامل. ويلا اعمل فيه لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه ناس كتير فاكراهم مرض واحد، بس الفرق مش بسيط. البرد ده بيحصل بسبب مهاجمه اكتر من 200 فيروس، اهمهم الرينو فيروس لمخارج الهواء، الانف والاذن والحنجره والبلعوم. بيجي كده في هدوء، شويه عطس، رشح، مناخير مقفوله، زورك فيها كلام خفيف، مفيش حراره عاليه، مفيش تكسير في الجسم، يعني قادر تعيش حياتك. انما الانفلونزا ده فيروس تنفسي اسمه الانفلونزا اي وبي، ده بيهاجم الجهاز التنفسي السفلي وبيكمل على الجسم كله، وده بيدخل جسمك زي العاصفه، حراره عاليه فجائيه وصداع ورعشه وتكسير جسم يخليك مش قادر تقوم من مكانك. مكمل على جسمك التهاب شديد في الانف والزور، يوصل للصدر التهاب وكحه شديده، اوقات يوصل للمعده اسهال وقيء شديد ولا كان عندك تسمم غذائي. البرد هادي خفيف يبدا تدريجيا، الانفلونزا قوه فجائيه تكسر الجسم كله. الفرق ما بينهم يخليك تعرف تتصرف صح وتحمي جسمك قبل ما الموضوع يتطور ويسوء. ويلا بقى ركزي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. مش بس الفيروس هو السبب، اهمالك ومناعتك الضعيفه ليها كلمه الفصل في الموضوع. البرد بيحب الجسم المجهد اللي بيسهر كتير، اللي بيخرج من مكان دافي لمكان ساقع مره واحده، يخلي الجسم يتلخبط. مش بتشرب ميه كفايه فتخلي انسجه الانف على طول ناشفه، او بتشربها ساعه فتخلي الفيروس يستغل الفرصه. الانفلونزا غير، دي تسيب الجسم يقع الاول، نوم قليل، توتر، اكل من بره متعب، جهازك المناعي يقول لها اتفضلي. البرد بيكبر بالاهمال، ما بتغطيش نفسك كويس وانت نايم، بتخرج وشعرك مبلول، بتشرب ميه ساعه وانت متدفي. الانفلونزا بتتغذى على العناد، تحس بوجع ومكمل شغل، حرارتك عاليه وتنزل تشتغل من غير ما ترتاح، تتحول من دور بسيط لموجه تعب تكسر جسمك. البرد بيعدي من لمسه او عطسه، الانفلونزا بتنتشر من نفس او كحه او كلمه من غير كمامه. وكل يوم في الصيدليه بتجيلنا حالات كل جسم بيختلف تصرفها على حسب العدوى. واحد جاي تعبان جدا، حرارته عاليه، جسمه كله بيوجعه ومتكسر فعليا، باين انها انفلونزا. حاله تانية جايه عطس ورشح ومناخير مسدوده، مفيش وجع، مفيش حراره عاليه، عرفناها انها برد عادي.